كان بينفذ لها أي حاجة حرفيا هي بتطلبها، وكان جايب لها بيت كبير بخدم، حولها من مجرد بنت فقيرة لهانم في قصر، وده عمرها ما كانت تحلم بيه. بس لسه منى عندها حلم الطفولة إنها تكون مطربة ومشهورة. كلمت محمد وعرضت عليه إنه ينتج لها ألبوم غنائي، وعشان محمد بيحبها قرر ينفذ لها طلبها، وفعلا أنتج لها ألبومها الأول. بس لما نزل السوق فشل ومحدش تقريبا سمعه، ويمكن ما يكونش اتباع منه نسخة واحدة. محمد ما عملش أي حاجة لأنه ما كانش فارق معاه المكسب أو الخسارة، هو كان فارق معاه بس إنه يبسطها. وطبعا العكس هو اللي حصل، ورجعت تاني لحالة اكتئاب. وكان في الوقت ده ليها خادمة مقربة قالت لها أنا أعرف شيخ كويس ممكن تروحي له وتتكلمي معاه، وهو هيحقق لك كل اللي بتحلمي بيه، وهيخلي الناس تسمع أغانيكي وتبقي نجمة مشهورة. منى لما سمعت الكلام ده الأمل رجع لها تاني، وما كانش فارق معاها إيه الطريق اللي هتمشي فيه، وكل اللي كان فارق معاها إنها تكون مطربة ومشهورة. وراحت فعلا للشيخ ده اللي المفروض إنه هيحقق لمنى كل أحلامها. اتكلمت معاه ووعدها إنه هيبدأ يحقق لها الشهرة اللي بتحلم بيها. بس منى تخلت عن حلمها وطمعت في حاجة تانية، وطلبت أغرب طلب. منى طلبت من الشيخ، أو بمعنى أصح الدجال، إنه هيعلمها السحر وهي هتعمل كل حاجة بنفسها. طلب غريب وهو نفسه مش متعود عليه، والأغرب إنها مش عاوزة حاجة معينة عشان تحل بيها مشكلتها، دي طلبت منه إنه يعلمها كل أساليب السحر، وخصوصا السحر الأسود وتحضير الجن. وعرضت عليه مبلغ كبير جدا خلاه ما يرفضش ويبدأ فعلا يعلمها، وكانت بتروح له تقريبا بشكل يومي. ومرة في التانية محمد جوزها بقى بيروح معاها هو كمان. فضلت تروح للدجال ده فترة طويلة، وفي الوقت اللي الناس بتكون نايمة فيه هي بتكون عنده عشان تتعلم وتمارس كل أساليب السحر. منى عجبها وضعها الجديد، وحست إنها بالطريقة دي هتعمل كل اللي هي عايزاه، وده من غير ما تستعين بأي حد. وبما إن جوزها راجل غني وليه علاقات، فبالتالي هو ليه نفوذ كبيرة في البلد، والنفوذ دي كانت واصلة لمسؤولين كبار. منى كانت مخططة لكل حاجة صح، وكل خطوة كانت حاسباها كويس، عشان كده قررت إنها تستعين بنفوذ جوزها ومعارفه في البلد عشان تحقق اللي هي عايزاه. وفي الوقت ده كانت متأكدة إنها وصلت لمكانة كبيرة في عالم الدجل والسحر، فقررت إنها تعتمد على نفسها وتشتغل لوحدها. وطبعا كانت محتاجة كفر أو مسمى راقي تظهر بيه قدام المجتمع، لأنها أكيد مش هتقول للناس أنا ساحرة ودجالة، بس ممكن تقول أنا معالجة روحانية. العلاج الروحاني هو السبوبة اللي انتشرت للأسف في الوطن العربي، والناس كلها تقريبا بقت شغالة في الموضوع ده، واللي بقى ليه مسميات وتخصصات: العلاج الروحاني والعلاج بالطاقة وغيرها من المسميات. ومعظم الناس دي دجالين وبيستخدموا الجن والسحر في شغلهم، وده بالظبط اللي عملته منى.